عوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هقول لكم المثل بيقول إيه؟ ابعد حبة تزيد محبة. إيه حكاية المثل يا حبايبي؟ حكاية حسنية متجوزة من 5 سنين ومخلفة 3 عيال وعايشة في بيت عيلة، بس كل يوم والتاني خناقات ومشاكل، مرة مع حماتها، مرة مع اخوات جوزها، مرة مع سلايفها، وكل ساعة والتانية تيجي غضبانة. وابو حسنية زهق من كتر المشاكل، قال لجوزها أجر لها شقة برا، كده الحياة مش نافعة. وفعلا أجر لها شقة برا، وام حسنية كانت زعلانة، قالت اشمعنى بنتي هي اللي تخرج وتعيش في شقة ايجار زي الغلابة. ابو حسنية قال لها احسن ما تتطلق، كده هما مش مريحين مع بعض. وفعلا حسنية عزلت في الشقة الإيجار، وبعد فترة اتصالحوا مع بعضيهم، واللي كانوا مش طايقين بعضيهم والخناقات على طول دلوقتي حسنية تزورهم وهم يزوروها، وحسنية تعزمهم وهم يعزموها. وام حسنية استغربت، يعني كنتوا قاعدين مع بعض مش طايقين بعض، دلوقتي بقيتوا حبايب. وام حسنية حكيت لابو حسنية، فابو حسنية كده ضحك وقال لها ابعد حبة تزيد محبة. ونصيحة خالتي تونا ليكوا يا حبايبي، لازم نفوت لبعضينا، ولازم ما يبقاش في نكد. إذا كنتوا عايشين في بيت عيلة أو الست وجوزها، لازم نفوت كده لبعضينا. اللي بيفوت هو يعني أكرم من التاني بأخلاقه، ومع الوقت اللي قدامه هيقدر إن هو بيفوت عشان المركب تمشي وعشان ما يبقاش فيه نكد. وكمان يا حبايبي لو كان عندكم ناس كبار فوتوا لهم، وإذا كان خصوصا إذا كان حماكي ولا حماتك، بكرة الأيام تمر والسنين بسرعة وتبقي برضو في مكانهم. يا حبيبتي ويا حبيبي خليهم يدعوا لكم بدل ما يدعوا عليكم. الدعوة الحلوة يا ولاد بتستر. عجبتكم حكايتنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.